قوة إلا بالله. ممكن اعرف بقى موقفك المايع مع الناس اللي جايين يرموا بلاهم علينا وعلى ابننا كان على اي اساس؟ سهام، أنا بعد الناس دول ما خرجوا وضغط عالي عليا واخد حباية ضغط، أرجوكي اعملي معروف، أنا مش مستحمل خناقاتك. ما هو انا لازم افهم على اي اساس اديتهم امل وحددت ميعاد الاسبوع الجاي عشان نقعد معاهم ونتكلم. هيكون على أساس إيه يعني؟ على أساس لما عادل يرجع من السفر ونقعد معاه ونقرره ونعرف منه الحقيقة. نقرروا ايه وحقيقة ايه؟ عادل ابني وضعه وضعنا استحالة يخلوه يفكر مجرد تفكير ان يعمل العملة دي. البنت اكيد حد تاني ضحك عليها وانت ما كانش مفروض تديهم امل. أمل إيه بس يا سهام اللي اديته لهم؟ ناس في محنة وربنا سبحانه وتعالى يلطف بيهم. وبعدين أنا كل اللي قلته لهم إن نستنى لما يجي عادل ونقعد معاه ونعرف منه الحقيقة. تاني يا رمزي تاني؟ ابنك مش ملاك يا سهام، ابنك شاب وليه مغامراته العاطفية وانت تعرفي ده كويس قوي. وبعدين احتمال كبير قوي ان كلامهم وكلام بنتهم يكون صحيح. لا مستحيل، انت كده هتفور دمي، هتجنني. قال كلامهم صحيح قال. احتمال وارد يا سهام. طب يكون في علمك بقى بعد ما خرجوا انا ما قدرتش اصبر وكلمت عادل في التليفون وحكيت له على كل اللي حصل، وانكر ان ليه علاقه بالبنت دي وان البنت دي ماشيه مش كويس وليها علاقات كتيره بناس كتير وياما حاولت تعمل علاقه معاه، لكن هو كان بيرفض وانه بريء براءه تامه. كلام في التليفون في مواضيع زي دي ما ينفعش. انا عايز ابني يجي يقعد قدامي وعينيا في عينيه وافهم من ملامحه كل حاجه قبل ما ينطق بكلمه واحده. انت لسه شاكك في ابنك يا رمزي؟ ما هي البنت مش بنت شوارع يا سهام، وزي ما شفت انها بنت ناس كويسين، ومش معقول تتبلى على ابنك في حاجه جامده زي كده من باب الطاق. حتى لو كلامها صحيح يبقى هي اللي فضلت تدحلب عليه وورطته معاه في الورطه دي. ما تسبقيش الاحداث يا سهام، الولد يرجع من السفر ونعرف منه الحقيقه كلها. رمزي ما تنساش ان عادل قاري فتحته على بنت خالته وخطوبتهم اول الشهر الجاي، ودي البنت الوحيده لجوز اختي اللي ثروته معديه 700 800 مليون جنيه، ومش هيتجوز غيرها لو اتطبقت السما على الارض. دي اعراض ناس يا سهام، اعراض ناس. ولو كان كلامهم صحيح يبقى ما فيش حل قدام ابنك الا انه يتجوز البنت جواز رسمي ويعترف بالجنين اللي في بطنها. انت بتقول ايه يا رمزي؟ عايز ترمي ابنك الوحيد الرميه المهببه دي وتجوزه واحده منحله سلمته نفسها وعامل منه بحته ورقه عرفي؟ يا سهام حرام عليكي، قلت لك دي اعراض ناس. اعراض ناس ما حافظوش عليها. وبعدين احنا بنتكلم في ايه؟ انا عادل اكد لي في التليفون انه ملوش علاقه بالبنت دي خالص. ربنا يستر ويكون صادق فعلا.
أيمن، مش كفاية تفكير بقى وتقوم تنام؟ هو النوم هيجي منين؟ والتفكير هيروح ازاي بس يا حبلة؟ وانا مخي شغال 24 ساعة. بنتي ذبحتني، قطرة الفرحة اللي في حياتنا. كنت بتمنى اليوم اللي اتقدم لها فيه واحد ابن حلال يكون بيحبها وبتحبه، حط ايدي في ايده ونقرا الفاتحة. يوم الخطوبة نبقى في وسط أهالينا وحبايبنا وأصحابنا، بعد ما يلبسها الشبكة أخدها في حضني وأبوسها وأبقى طاير من الفرح. أجهزها أحلى جهاز، نفرش شقتها ويوم الفرح وهي لابسة فستانها الأبيض وحاطة إيدها في دراعي وأنا بسلمها لعريسها، بقول له بنتي أمانة في رقبتك. استنى لما يجي لنا خبر إنها حامل، أنا وأنت نبقى طايرين من الفرح. مبقاش جوانا غير الهم والخوف من الفضيحة اللي عمالة تشيل وتهبط فينا. كفاية كفاية يا أيمن، أرجوك كفاية. كفاية؟ كفاية إيه ولا إيه؟ مش كفاية إن إحنا قاعدين على أعصابنا مستنيين الباشا لما يرجع من السفر ويتشاور هو وأهله ويقرروا يقولوا لنا نعم ولا لا؟ وإذا قال نعم هيتجوزها شهرين 3 ويطلقها. ده فرح، ده فرح، ده أي حاجة. افرض صمم على موقفه هو ابنه، هنعمل ايه؟ ساعتها يبقى الموت نعمة. بعد الشر، بعد الشر عليك يا أيمن. هو في شر أكتر من اللي إحنا فيه؟ عارف خالد، بعد ما هي رفضت تتجوزه، الدكتور علي أبو سعود رئيس الجامعة لمح لي يعني إن هو عايزها وائل، دكتور متخرج من طب أكسفورد، أصغر مدرس مساعد عندنا في الجامعة، أدب وأخلاق قد الدنيا كلها. واخت عنايات ياما لمحت لي عشان تاخدها لابنها الباشمهندس اللي الهانم قالت ده زي اخويا. هي ما عادتش نافعه لا ليه ولا لده ولا لده ولا حتى لصبي زبال. مبقاش في غير الفضيحه اللي هتضيعنا وتضيعها وتضيع مستقبلها. Talk to me بوب. خير؟ للأسف مش خير خالص يا باشا. ازاي واحنا مقدمين اعلى سعر؟ يا باشا ما انت عارف المرة دي في مناقصة وفتح مظاريف، ولما اتفتحت المظاريف رست الحكاية كلها على شركة غيرنا خدت المناقصة وخدت الأرض لأنهم مقدمين سعر أعلى مننا بكتير جدا. يوه، شوف الشركة اللي فازت نديهم فرق سعر ويسيبوا لنا الأرض. مش هينفع يا سعادة الباشا لأن الشركة اللي رست عليها الأرض عايزة تعمل قرية سياحية جامدة جدا. خلاص بوب، ابدأ اتصالاتك، ممكن نشاركهم. لا ما بيشاركوش حد، ولو بيشاركوا انت الوحيد يا باشا، لا مؤاخذة يعني مش هيشاركوك. لا ما تقوليش ان زي المناقصة اللي فاتت الشركة اللي فازت مجموعة شركات المصري برضو. بالظبط كده يا باشا، هو كده. لا لا كده كتير، كده الموضوع فيه إن دول مستقصديننا ولا ايه؟ دي تالت مناقصة يخشوا قدامنا فيها ويلعبوها مننا. ان ايه بس يا باشا، ولا ان ولا حاجه، ده بيزنس واللي تكسبه العبه. وبعدين لازم نعترف في سعاده الباشا هم اتقل مننا في السوق. الأرض دي طالعة من عينيا، عايز أعمل قرية سياحية ما حصلتش. خلاص يا باشا، خيرها في غيرها بقى. بقول لك يا سعاده الباشا، كان في موضوع كده
كنت على انا عاوز اكلم سيادتك فيه. خير باب وات؟ بنتي مهتاب خريجة سياحة وفنادق انجليش، وعايزة تشتغل يا باشا، وقاعدة تزن عليا عاوز اشتغل عاوز اشتغل عاوز اشتغل، وفاكراني يعني يا ما هنا يا ما هناك. وات شغل اللي بتكلمني فيه يا باب؟ الله، انت عارف الظروف المهببه اللي السياحه بتمر بيها دلوقتي، معنا مكنسلين تلت العماله في القرى السياحيه والشركه. يا باشا يا باشا انا كنت في شرم وقابلت المدير العام، وبعدين قال لي الراجل بتاع العلاقات العامة راح يشتغل في قرية تانية، يعني المكان فاضي وده تخصصها يا باشا. اوكي بابا، وديها مكان مسؤول العلاقات العامه، واديها نفس المرتب كمان. يا باشا يا باشا يا مغرقنا في خيرك قوي 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 يا باشا. ثانك يو باب. قول لي اخبار منصور الجبالي والشغل اللي عنده ايه؟ كله تمام يا سعادة الباشا. انا كنت عنده امبارح بالليل وبلغني وقال لي ان الحتة هتكون في باريس بعد اسبوع. اوكي، على البركه. عايزك تركز انت ومهندس العطاءات والمدير المالي في المناقصه اللي جايه، عشان ما ترجعليش وقفاك معمر عيش وتقول لي ان وفاء المصري لهفتها مننا دي كمان. نو كله تحت السيطرة يا باشا. استحالة، مش ممكن والدتك توافق على حاجة زي دي. طب ممكن بس ندخل لها انا وحضرتك ونحاول نقنعها؟ أنا أكتر واحد عارفها كويس، مش ممكن هتوافق. معلش، حضرتك من ناحيه وانا من ناحيه ويمكن تقتنع. يلا يا جدو، يلا حبيبي يلا. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا احمد؟ انت اتجننت عشان تطلب مني طلب زي ده؟ يا ماما ما فيهاش حاجه يعني، الارض رست علينا المناقصه بتاعتها النهارده، وكل اللي احنا طالبينه 15000 متر لازقين في حته الارض بتاعتنا عشان الارض تتربع، والتصميمات اللي احنا عاملينها لها تبقى سهله في التنفيذ. وبعدين يا مستر احمد؟ ولا حاجه، كل المطلوب من حضرتك انك في اقرب جلسه هيبقى موجود فيها وزير السياحه تسلمي عليه وتسلمي له الطلب يأشر عليه. ببساطه كده. وانت ايه رايك يا دكتور شهدي؟ والله أنا شايف إن مساحة الأرض صغيرة، يعني طلب بسيط يعني مفيهوش حاجة. معالي الوزير أنا متأكد إنه هيمضي لك الطلب على طول. ولما وزير السياحه بعد كده يبقى عنده انحرافات او مخالفات في وزارته او في ادائه المهام منصبه، انا بقى كعضوه في المجلس اللي المفروض بيراقب اداء الحكومه هيبقى لي وش ساعتها ان اقدر اقدم ضده طلب احاطه او استجواب او مساءله؟ يعني حضرتك ما تاخديش الامور بالحساسيه ديت عشان الدنيا تمشي من حوالينا برضه. يا احمد بيه، الناس اللي انتخبوني ادوني اصواتهم وخلوني نائبه عنهم في مجلس الشعب عشان اشوف مصالحهم والبي طلباتهم، مش عشان استغل موقعي في مصالح شخصيه. مش انا اللي اعمل كده. ومن فضلك اعمل حسابك ان تصميماتك تبقى على اساس الارض اللي اتخصصت لنا في المناقصه وبس. صدقتني لما قلت لك إنها مش هتوافق وهتدينا كلمتين في كلامنا كمان؟ صدقتني؟ لا يا دكتور، الكلمتين اللي عايزه اديهم لمستر احمد في جنابه لسه ما سمعهمش. خير حضرتك في ايه؟ حكايه القرار اللي سيادتك مطلعه بتسريح 25% من العماله ده يا مستر احمد، وازاي حضرتك توافق على قرار زي ده يا دكتور شهدي؟ أنا آسف، القرار ده ما اتعرضش عليا نهائي. القرار ده بيتناسب حضرتك علميا ومنطقيا جدا مع ازمه السياحه اللي احنا بنمر بيها، واحنا عندنا عماله اوفر جدا في الفنادق والقرى، و25% لما نسرحهم مش هيأثروا كتير على اداء العمل. وال25% دول اللي حضرتك ضميرك سمح لك وخدت قرار بتسريحهم او بمعنى اصح رفضهم، ذنبهم ايه تقطع عيشهم ويلاقوا نفسهم في الشارع من غير مصدر رزق؟ البيزنس واداره المنشآت السياحيه ليها اصول، وبعدين انا زي ما قلت لحضرتك قبل كده احنا عندنا عماله فوق ال 200%، ومع ذلك المنشآت السياحيه بتاعتنا بتحقق ارباح سنويه عاليه، ولو سرحنا 25% هنحقق ارباح اكتر. ما تنساش يا مستر احمد ان معظم اللي بيشتغلوا في منشآتنا السياحيه شباب كده زيك من جيلك، بس ما ورثوش زي ما انت ورثت ملايين ومجموعه شركات ومنشآت سياحيه. دول حفيوا لغايه لما لقوا شغلانه يعملوا منها مستقبل، وفي منهم كتير ابهات عندهم اولاد وفاتحين بيوت. ارجوك يا احمد تعاهدني سواء كنت عايشه او ميته، اوعى في حياتك ترفض موظف او عامل الا اذا كان عمل مخالفه جسيمه يستحق فعلا عليها الرفض. خلاص اللي تشوفيه حضرتك. طب بقول مش نتكلم بقى في موضوع انتخابات غرفة السياحة، انتخابات بعد بكرة، يعني لازم نركز فيها النهارده وبكرة وبعد بكرة. والله ما انا عارفه ايه لازمتها بس انتخابات الغرفه دي الاخرى. ازاي بس يا أستاذة؟ والدك الله يرحمه
كان رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية 15 سنة. لازم انت بقى تستردي مكانه. وبعدين انت دلوقتي عضو في مجلس الشعب وليك كلمتك وسمعتك زي الألماس. انت أحق بني آدم بالمنصب ده. ومن ناحية الدعاية بقى ما تخافوش من أي حاجة، أنا شخصيا محزم ومظبط ومربط كل حاجة. ولا إيه رأيك يا أحمد؟ لا طالما حضرتك مظبط ومحزم ومربط يبقى 100 100. بركة فيكم بقى، مش هوصيكوا واحد. يبارك اخر النهار ان شاء الله يا وفاء. ميرسي جدا. ان شاء الله ناجحه باكتساحها وفاء هانم. بركة فيكم بقى. بصراحه انت مكسب كبير للاتحاد يا وفاء يعني. متشكره جدا، وان شاء الله ربنا يقدرني ده اذا نجحت يعني واكون عند حسن ظنكم. ان شاء الله يا فندم ان شاء الله. رسول بيه مش هوصيك بقى، وفاء هانم رئاسة الاتحاد ده اكيد ان شاء الله يا شفيق. التوفيق ان شاء الله يا وفاء هانم. شكرا. انا اول ما عرفت انك نازله انتخابات رئاسه الاتحاد قلت اي ماست انزل مخصوص عشان انتخبك. بالنسبه لي وجودك وصوتك ملهمش اي اهميه عندي. عن اذنك. سكة وطريق بس عشان النفس. اتفضلي. سكه وطريق. جود لاك وفاء هانم. ايه الاخبار يا مامي؟ عملتوا ايه؟ يعني مش ولا بد. ما يا حبيبتي مش لازم يعني كل انتخابات ادخلها لازم اكسبها. معلش بقى ما تزعليش يا سعادة السفيرة، أصله الحقيقة اتضح إن إحنا كنا ماسكين الهوا بإيدينا. معلش بقى، خيرها في غيرها. يا خساره، كان نفسي يا مامي تنجحي وتبقي رئيسة الاتحاد المصري للغرف السياحية. كان هيبقى برستيج جامد جدا مع عضوية مجلس الشعب. ومامي ما تقدرش تزعل حبيبة قلبها ابدا. نجاح وباكتساح كمان. مبروك يا مامي، الف 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 مبروك. كده يا جدو اخص عليك يا احمد، كده توقعوا قلبي. مبروك يا مامي، كده تعملي كده انت كمان. معلش بقى يا لموس، مقلب صغير كده تعيشي وتاخدي غيرها. رغم النجاح الباهر اللي إحنا فيه ده، إنما في مشكلة عويصة يظهر ملهاش حل. خير يا عم. ايه يا جدو؟ أنا من صباحية ربنا وأنا واقف على رجليا بخوض المعركة الانتخابية لحد دلوقتي. نفسي بقى أقعد أرتاح وأشرب فنجان قهوة بمزاج. فنجان قهوة بس؟ ده احنا هنعمل عشا، وعشا معتبر وجامد قوي كمان. ويكون في علمكم بقى، أنا ما كنتش جعان ولا حاجة، أنا أكلت تفاصة بس. عشان ما تقولوش كل ما يجي هنا يتعشى. هو بس فنجان القهوة اللي كان آخر مزاج. ماشي يا جدو، بالهنا والشفا. ربنا يهنيكي طول عمرك يا سعادة السفيرة. والله يا عم انا مش عارفه اقول لك ايه، انا مديونه لك بافضال كتيره قوي، واخرها نجاحي النهارده في انتخابات رئاسه الاتحاد. انا ما عملتش حاجه خالص، انا يا دوب وقفت اسلم على الناس، وحضرتك كنت مظبط ومربط كل حاجه، وفي الاخر الاقي نفسي ناجحه وباكتساح كمان. تستاهلي كل خير يا وفاء يا بنتي. مهما عملت معاكي مش هقدر ارد جميل واحد من الجمايل اللي كان باباك الله يرحمه مغرقني بيها لاخر يوم في حياتي. الله يرحمه. الو، اهلا يا انكل. طبعا، الله يبارك فيك. موجوده. ثانيه واحده هديها اكلم حضرتك. انكل محمود عايز يبارك لك. ردي عليه، ما ينفعش. الو. اهلا يا محمود بيه. ميرسي قوي، الله يبارك فيك. ما احنا ان شاء الله هنشوف بعض في المجلس، واحنا هنروح من بعض فين. ميرسي جدا جدا، مع السلامه. احمد مع حضرتك. طب يا انكل، تحت امرك. طيب يا حبيبي. لا اوكي ماشي، مع السلامة. موبايلك اهو. كلمة ما كانش ليها لازمة ولا أي داعي، ست غامقة وخنيقة. بالعكس يا بابا، دي ست طيبه جدا ودمها خفيف قوي. طيبة ودمها خفيف؟ منين جبت الكلام ده؟ دي بتكلمني منتهى التناكة، دي بتكلمني وكأن مناخيرها في السماء. على ايه ده كله؟ ده انا بقول لها هقابلك قريب في المجلس ان شاء الله، حسيت كده كأنها رافعة حاجبها وبتقول لي احنا هنروح من بعد فين؟ على ايه ده كله؟ يا بابي يا حبيبي، هي بس تلاقيها راجعه من الانتخابات مرهقه وتعبانه، وحضرتك فهمتها غلط. انا مش عايز افهمها خالص.
بس قلت لك بس والله ذوقك. وعهد الله ولا حكايه روميو وجوليت الحقيقيه. اضحك اضحك واتريق يا سيما اضحك. الله، هو مش روميو وجوليت، كانت المشكله قصاد حبهم ان اهاليهم ما كانوش بيطيقوا بعض. طب والعمل؟ اعمل ايه انا دلوقتي؟ والله ما انا عارف، كل مدى والامور بتتعقد ما بينهم اكتر من الاول. لا ولسه كمان هتشعلل على الاخر في مناقشه المجلس لميزانيه الحكومه الشهر اللي جاي، واللي بابا وطنط وفاء هيقفوا فيها قصاد بعض زي الديوك. هو بصراحة المشكلة الحقيقية مش في بابي، المشكلة الحقيقية في طنط وفاء. هي بس لو تليمها حبتين ساعتها بابي هيبقى مقدور عليه. انكل ايه؟ يبقى لك ايه ده اصلا عشان تقول له يا انكل؟ يعني انت بقى يرضيك الكلام ده يا جدو؟ يا مامي ما هو الراجل ده يبقى بابا صحابنا الانتيم، يعني في مقام بابا. ايه في مقام بابا دي؟ انت اتجننتي؟ باباكي طول عمره راجل محترم وشريف وسمعته كانت زي الالماس، وعاش ومات عمره ما كان فيه اي شبهات حواليه. حصل خير يا وفاء، ما حصلش حاجه. الله، محمود عزت يبقى ابو اصحابهم الانتيم، عايزهم يقولوا له ايه؟ يا ابو حنفي يا ويكا. لا حلوة يا جدو حلوة. ايوه انا عارف انها حلوه. ايوه كده بقى يا جدو، لعلع وقول لها والنبي تخف شويه على محمود بيه، لحسن شكلنا بقى وحش قوي قدام مدحت واشرقه. والله انا لا قادر لعلع ولا قادر اصلب طولي. صراحه المجهود اللي عملته النهارده تعبني قوي قوي، ويا دوبك الحق السرير قبل ما يتحرك. للمره الثانيه الف مبروك رئاسه اتحاد الغرف السياحيه يا سياده النائبه. مبروك يا وفاء. الله يبارك فيك يا عبلة. انا اسفه حبيبتي ما قدرتش اجيلكم امبارح واول امبارح بسبب ظروف انتخابات الاتحاد. طمنيني ايه الاخبار؟ للأسف مفيش جديد، اهو قرب يعدي اسبوع ومفيش اتصال خالص. طب والدكتور ايمن وهبه عاملين ايه؟ هبه حابسه نفسها في اوضتها، والداده بتدخل بالاكل وتطلع بيه زي ما هو. والدكتور ايمن صحته نفسيا عامل ايه؟ حالته وحشه قوي، لا بياكل ولا بيشرب ولا بيخرج، وعايش على المهدئات زي حالاتي بالظبط. وفاء احنا مستنيين حكم مصيري، وانا بصراحه بقى مش متفائله خالص. بقول نعمل العمليه وناخدها من قصرها ونرحم نفسنا بقى من الفضيحه دي. لا يا عبلة ما نتسرعش، نستنى لما الولد يرجع ويقعدوا معاه اهله ونشوف ردهم ايه، مش يمكن يكون خير. الانتظار في الظروف دي صعب قوي يا وفاء، بس ما باليد حيله بقى. مفيش قدامنا غير ان احنا نقعد ننتظر كلمه رحمه من الاستاذ اللي الست سلمته نفسها بحته ورقه ملهاش اي قيمه، ويا ريتها حتى موجوده. ايه الكلام ده يا بابا؟ علاقة وورق وجواز عرفي مرة واحدة، وكمان حامل، وكمان سرقت الورقة. ايوه ايه دول ناس كدابين عايزين يتبلوا على الولد. اسمع من ابن الاول يا سام هانم لو سمحتي. بابا انا عمري ما كان في بيني وبينها لا ورق ولا جواز ولا اي علاقة من اي نوع، غير يعني انها كانت معجبة بيا وانا دايما كنت بصدها. سمعت بودانك يا رمزي؟ من فضلك قفل بقى على الموضوع ده خالص. اسمع الاول من الاستاذ، ليه بنت ناس زي دي تتهموا بالتهمه الفظيعه دي؟ يا بابا انا قلت لحضرتك كانت معجبة بيا وانا دايما كنت بصدها، وبصراحة يعني لما زودتها معايا قمت مشيتها من البرنامج، فاكيد يعني اتغاظت وحبت تلفق لي التهمة الفظيعة دي. يعني عمرك ما خرجت معاها ولا كان في بينك وبينها علاقه عاطفيه؟ اطلاقا يا بابا. طب ايه رايك بقى ان انا في الاسبوع ده سالت زمايلك وزمايلها في الشغل وكلهم اكدوا لي انكم كنتوا بتخرجوا مع بعض وان كان في علاقه عاطفيه بينكم؟ كدابين يا بابا، واكيد هي اللي مسلطاها. انت بتقول ايه يا رمزي؟ انت كده بتشوشر على ابنك لما تسأل عليه من وراه زمايله. الله، ما تنساش وضعنا ووضع ابنك المذيع المشهور اللي ليه اسمه. لو الخبر ده اتسرب للجرايد هتبقى فضيحه. فضيحه ايه يا سهام اللي بتتكلمي عنها؟ امال البنت واهلها يقولوا ايه؟ بابا البنت دي مش سهله، وكان ليها علاقات كتير قوي خارج نطاق الشغل، وكلها علاقات مهجله، واكيد اتورطت في علاقه منها وعايزه تدبسنا انا في موضوع الجنين والجواز العرفي ده. طب ايه رايك بقى لو قلت لك ان انا مش مصدقك، وان الحقيقه اللي بتاكد ادعاء البنت دي باينه على وشك؟ بابا حضرتك انا جاي من السفر مرهق وتعبان وعايز استريح، وحضرتك عندك مطلق الحريه تصدقني او ما تصدقنيش.
ما هو انا لو ما صدقتكش يبقى ضميري وواجبي يحتموا عليا ان انا اجبرك انك تتجوز البنت دي جواز رسمي وتعترف بالجنين اللي في بطنها. جرى ايه يا رمزي؟ انت عايز تفركش جوازته من بنت اختي ولا ايه؟ سهام، المفروض انك كنت اعلاميه كبيره، يعني انت من الصفوه اللي بيبنوا قيم الناس وضمايرهم، وانا متاكد انك واثقه ان ابنك عمل الموضوع ده، وانا بصراحه مستغرب على موقفك الغريب. انا موقفي في صف ابني اللي انا واثقه انه بريء، وان الناس دول بيتبلوا عليك، ومن فضلك يا رمزي قفل على الموضوع ده خالص. بابا لو سمحت انا ممكن استاذن حضرتك عشان جاي من السفر مرهق وتعبان وعايز انام. استنى، انا عايز اتكلم معاك كلمتين على انفراد. لا، مفيش كلام في الموضوع ده، بعيد عني. اظن من حقي يا سهام هانم ان انا اتكلم مع ابني في موضوع حساس زي ده على انفراد، ومن فضلك اعملي لي فنجان قهوه وهاتولي على المكتب. يلا. تحت امر حضرتك يا بابا. عادل، انا عايزك تقول لي بكل صراحه ووضوح الكلام اللي انت خجلت تقوله قدام مامتك. بابا انا مفيش حاجه عملتها يعني عشان اخجل ان انا اقولها لحضرتك. عادل، انت ابني الوحيد، كبرت بما فيه الكفايه، يعني متهيألي علاقتنا تبقى علاقه صديق بصديق ومش اب بابنه. بابا حضرتك ليه مش عايز تصدقني؟ لان انا عارفك كويس يا عادل، ملامحك كلها بتقول انك مش صادق معايا، وزي ما قلت لك لما سالت زمايلك وزمايلها اكدوا لي ان كان في بينكم علاقه عاطفيه. بعدين مشوار الغردقه اللي انتوا رحتوه عشان تصوروا مشاهد من البرنامج بتاعك لمده 5 ايام، كتير كنت بتروح لها اوضتها وهي كمان كانت بتروح لك اوضتك. ما حصلش يا بابا، ما حصلش حضرتك. على فكره معلوماتي دي مش من مصدر واحد، دي من كذا مصدر، ولو كان في واحد كذب وهي مسلطاه زي ما بتقول 2 3 4 10 مش هيكذبوا. بابا انت عاوز توصل لايه بالظبط؟ عايز اوصل لان احميك من نفسك. غلطه وغلطناها نصلحها، وبلاش نجني على البنت المسكينه دي يا ابني. بابا حضرتك انا بحب منى بنت خالتي اللي حضرتك وباباها حددتوا ميعاد خطوبتنا كمان كام اسبوع، وما اظنش ان انا هتجوز حد غيرها. وضميرك، والبنت اللي اتجوزتها عرفي، ولما عرفت انها حامل سرقت ورقه الجواز العرفي واتنكرت لها. مصيرها ايه هي والجنين اللي في بطنها؟ بابا انا مصر اني بريء من التهمه دي، وان اللي كان في بيني وبين البنت دي لا ورق ولا جواز عرفي ولا اي علاقه من اي نوع. وإذا قلت لك يا سيادة المذيع المشهور إن الموضوع ده في منتهى الخطورة على مستقبلك وعلى سمعتي كصحفي ليا مكانتي، وعلى مامتك كإعلامية بارزة وليها مكانتها. مش فاهم حضرتك. أنت عارف إن البنت باباها ومامتها دكاترة كبار وليهم أسمائهم وضعهم في المجتمع. صديقة مامتها عضوة مجلس الشعب وفاء المصري. الناس دي لو اتقدمت للنيابة ببلاغ هتبقى قضية إثبات نسب وإثبات زواج عرفي. ساعتها بقى الجرايد والقنوات الفضائية هتهلل، وهتبقى قضية وفضيحة، وهتفقد مصداقيتك عند الناس. وبدل ما كان القبول والمصداقية هيبقى الرفض والاستنكار. ساعتها كمان جوازتك من بنت خالتك هتتفركش، وانا وامك هنفقد مصداقيتنا اللي قعدنا سنين طويلة نبني فيها. وانت عارف ان المصداقية عند الناس هي ثروتنا الحقيقية. ما هي زي ما هتكون فضيحه بالنسبه لنا يا بابا هتبقى فضيحه بالنسبه لهم، ويمكن اكتر كمان. ما اظنش ان هم هيلجأوا للحل ده ابدا. واضح انك تعبان ومرهق من السفر، صح؟ ايوه حضرتك يا بابا. عموما انا واثق ان جواك ضمير حي، يمكن عليه شوية تراب او صدى، لكن لسه ما ماتش،
عشان كده لما تدخل سريرك ما اعتقدش انك هتنام بسهوله. عن اذن حضرتك يا بابا. عادل، على فكره الكلام بينا في الموضوع ده لسه مكملش، وانا من واجبي كأب هفضل ورا الموضوع ده لحد ما اجيب قراره. تصبح على خير حضرتك. وانت من اهلك. رمزي، ممكن تخرج نفسك من الموضوع ده خالص عشان تريح نفسك وتريحني وتريح ابنك، وسيبني انا اتصرف. انا هقدر اوقفهم عند حدهم. سهام، انا مره قلت لك حاجه او توقعت توقع وطلع غلط؟ بصراحه لا. طب خدي المعلومه دي عندك واحفظيها في عقلك، ومسير الايام تثبت لك انها صح. لغايه دلوقتي بنسبه 95% ابنك كذاب، وفعلا عمل الحكايه دي. والتاني مرة بقولك، حتى لو ابني مش بريء وكلامهم هما وبنتهم صح، يبقى الغلط عليها هي أكتر منه 1000 مرة، ودي مصيبتهم يتصرفوا فيها بعيد عننا. عموما لما اتاكد 100% هيبقى لنا كلام تاني. بتبقى زي الورد يا باشا، ما تتبلش ابدا. سنين ايه يا بني ادم؟ هي كلها 2.5 سنين من يوم ما انفصلنا. طب بقول لك يا باشا، بذمتك ما نفسكش في اللي كان وتدوق تاني طعم الحنان؟ باب ريلي نفسي، بس عشان عارف انه مستحيل. كافي خيري شري. على العموم يعني انا مقضيها كل ما تهف عليا فرجة عليها في السينما. ده كل ما تيجي سيرتها السينما ما تقول لي فين يا باشا، اقطع انا واروح اتفرج انا يا باشا عليها. نو باب، السينما دي ما ينفعش تتفرج عليها. في صحتك وصحة beautiful memories، أحلى ذكريات. لا مؤاخذة يا باشا، تليفون من بره. جو. الو. ايوه يا باشا. هيا يا سيدي تتكلم من بره. ها؟ ايه الاخبار؟ الله 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 الله، ايه الحلاوه والقشطه دي؟ ده جميل جدا. ايوه قاعد جنبي اهو. طب بقول لك ايه، ممكن تديني نص ساعه وتكلمني تاني، نكون بس شفنا الترتيبات. طيب هستناك. مع الف سلامه. مع السلامه. باب خير. 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 ده خير بالجامد قوي يا سعاده الباشا. منصور الجبيلي بيتكلم من باريس، من بغيه. الحته وصلت بالسلامه لبغيه. اوه لافلي. الراجل منصور الجبيلي ده شغله 100، راجل مريح قوي. طب يا باشا دلوقتي عايزين نعرف احنا يعني الترتيبات ان شاء الله هتكون ايه، عشان لما يكلمني ابقى انا عارف احنا هنعمل ايه بالظبط يا سعاده الباشا. الصبح هتحجز لي على طياره باريس بتاعت بعد بكره. لما اوصل بلغه هكلمه. باشا ما تنساش انك انت موعدني ان انا في العمليه دي ليا 50,000 اخضر. يس باب يس اي نو. 50,000 اخضر ده مني، وهتلها برضه 50,000 تانيين منه، يبقى 50 زائد 50. لا 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 لا، ما تحسبهاش يا باشا. بلاش نقه يا باشا عشان خاطري. حلال عليك يا باب. انا عايزك الايام اللي جايه دي تركز معايا قوي في شغل الاثار ده. سوق اوروبا وامريكا مولع، وانا مش عارف القوانين هتستجد وحالنا يقف بقى ولا ايه؟ يا باشا حالنا يقف ازاي؟ بعد الشر يا باشا، عمرها ما هتحصل. شوف يا باشا، طول ما انت من اهو هنا، من هنا ابيض، وانت ابيض والحمد لله، على كل اسود باذن الله. الو. ايوه يا استاذ رمزي. اوكي تحت امرك. مع السلامه. الحقيقه يا مدام وفاء انا اسف جدا ان انا عطلت حضرتك باتصالي بيك في التليفون. اطلاقا يا رمزي بيه،
ده احنا كنا مستنيين مكالمة حضرتك على أحر من الجمر. والله انا مش عارف اقول لحضرتك ايه. عادل قعدت معاه انا ومامته، وبعدين قعدت معاه انا وهو لوحدنا، ومصر ان ما كانش فيه اي علاقه بينه وبين هبه غير علاقتهم في الشغل في البرنامج. هو ده نفس الكلام اللي قاله لنا لما قابلته أنا والدكتورة عبلة مامة هبة قبل سفره. بس الحقيقة يعني أنا آسفة أقول لحضرتك إني حسيت إنه بيكذب، بيلاوع، عايز يتهرب من المسؤولية. وده اللي خلاني اتصل بحضرتك، ان عادل ابني وانا عارفه كويس، واعرف امتى بيكون صادق وامتى بيكذب وبيلاوع. والحقيقه انا من غير ما يحس انا عرفت من زمايله وسالتهم، كل اللي قالوه انه فعلا كان في علاقه بينهم، بس وصلت لاي مدى ما يعرفوش. يعني حضرتك أقرب لتصديق كلامنا وكلام هبة عن تصديق كلام ابنك الأستاذ عادل. ايوه بس مش بنسبه 100%. ما هو يا رمزي بيه مفيش حاجة في الحياة أصلا قابلة للتصديق 100% إلا العقائد بس. ايوه بس في الموضوع ده بالذات لازم ابقى متاكد 100%. ما تنسيش كمان ان عادل ابن الوحيد ماريا فتحته على بنت خالته، وحاجه زي كده هتقلب كل الموازين. عادل النهارده 30 سنه، يعني نضج بما فيه الكفايه. ما اقدرش ارغمه على اي حاجه ضد رغبته وارادته. معنى كده إن حضرتك لو بقيت متأكد 100% إنه متورط في موضوع هبة هيبقى ليك موقف تاني. لا انا ما قلتش كده. انا قلت ان انا ما اقدرش ارغمه على حاجه ضد رغبته وارادته. وبعدين انا مستعد اقف معاكم واحاول معاه محاولات مستميته لغايه لما صح ضميره واعرف منه الحقيقه. عشان كده انا عايز حضرتك تسالي هبه، بما انها بتقول ان في عقد جواز عرفي، مين المحامي اللي كتب العقد ده ومين الشهود واساميهم ايه؟ فعلا دي أدلة مهمة جدا كانت تايهة عن تفكيرنا خالص. وانا بعد كده هتصل بالمحامي ده وبالشهود وهعرف منهم الحقيقه كامله. وفي الحالة دي حضرتك ربنا يقدرني واقدر افوق عادل واصح ضميره واعرف الحقيقه كامله، حتى لو اضطريت ان استعمل منتهى القسوه معاه ومع امي. أنا بحيي ضمير حضرتك، وأنا دلوقتي على طول هروح أقابل الدكتور أيمن والدكتورة عبلة ونقعد مع هبة نتكلم معاها ونفهم منها كل التفاصيل، وهبلغها لحضرتك. بس يا ريت حضرتك تقدر توصل للحقيقة بسرعة، لأن البنت حامل، يعني الوقت مش في مصلحتنا خالص. لا، احنا ما عملناش عقد الجواز العرفي عند محامي. أمال عملتوه فين؟ هو جاب صيغة عقد الجواز العرفي من واحد صاحبه محامي، وملينا النسختين، هو خد واحدة واداني التانية. كده من غير لا محامي ولا شهود؟ لا، كان في 2 شهود، وقلت له قدامهم زوجتك نفسي، وهو قال لي زوجتك نفسي، وشهدوا على الجواز ومضوا كمان على العقد. جميل. مين بقى ال2 شهود دول؟ 2 صحابه، واحد اسمه شوقي عبد السلام فرغلي، وواحد اسمه محمد عبد المعز اسماعيل. طب تعرفي بيشتغلوا فين؟ تليفوناتهم، عناوينهم، اي معلومات عنهم؟ لا، ما شفتهمش من يوميها. طيب تفتكري لو الاستاذ رمزي والد عادل عارفهم ممكن يقولوا له الحقيقه؟ او لو مثلا طلبوهم للشهاده في المحكمه في النيابه ممكن يقولوا الحق؟ ما افتكرش، كان واضح من كلامه معاهم ان هم اصحابه الانتيم، واشك ان هم يشهدوا ضده. انت عارفه ان ده جواز باطل بكل المقاييس، يعني لا ولي امر لانك كنت لسه بكر، ولا شهود عدل يشهدوا بالحق، ولا نيه الاستمرار عنده موجود، ولا حاجه خالص، ولا حاجه خالص غير حته ورقه عملتوها عشان تبقى ستار اخلاقي ليكوا قدام بعض، وستار مهلهل مزيف مش متوفر فيه اركان الجواز خالص. يا طنطا ارجوكي ما تزوديش همي، انا عارفه اني غلطت، والله العظيم ما فارق معايا روحي، انا صعبان عليا اهلي. انت لو فكرتي في نفسك شويه ولا في اهلك ما كنتيش عملتي في روحك وفي يوم كده خالص. اتفضلي اقعدي على المكتب اكتبي لي اسماء ال2 شهود دول، ربنا يعمل اللي فيه الخير. يا ريتك كنت فكرتي شويه قبل ما تعملي
تعملي عملتك السودة دي وترجعي تندمي زي غيرك. رياكشن حضرتك بيقول انك تعرف اسماء الاتنين دول. ايوه طبعا اعرفهم، دول من اعز اصدقاء عادل، وبيني وبين اهلهم علاقه عائليه. يبقى ان شاء الله في خلال ايام هوصل للحقيقه، وربنا يقدرني على عادل وامه. لسه قافله مع سلوى اختي دلوقتي، قالت لي حجزوا اكبر قاعه في احسن اوتيل في مصر، وابتدوا يعزموا الناس، عازمين مسؤولين كبار ونجوم في المجتمع، وانت وانا وابنك مش شويه، لازم نعزم نجوم في الاعلام، في الصحافه، في الفن، واللي انت تعرفه وانا اعرفهم من الوزراء والمسؤولين. سهام، احنا مش قلنا نأجل الموضوع ده لغاية لما نعرف حقيقة حكاية ابنك مع البنت اللي اسمها هبة؟ حكاية ايه وهبة ايه؟ إذا كان ابنك أكد لك إن الموضوع ده ملوش أساس من الصح، انسى الموضوع ده يا رمزي. خلينا نفرح بابننا اللي جالنا بعد سنين طويلة واحنا محرومين من الخلفة. أنا لا يمكن أنسى الموضوع ده إلا بعد ما أتأكد فعلا إن عادل مش متورط فيه. وعادل أكد لك إن هو مش متورط فعلا. جوايا إحساس إن ابنك كذاب، وإنه فعلا متورط في الموضوع ده لشوشته. كذاب ولا صادق، المصيبة مصيبتهم هما، يتصرفوا فيها بعيد عننا. ولا أنت عايز إيه يا سي رمزي؟ عايز أحمي ابنك من نفسه، وأنقذ البنت الغلبانة المسكينة اللي غرر بيها وضيع مستقبلها. ده كمان في جنين، يعني ممكن يبقى حفيدي أو حفيدك. ما تجننيش يا رمزي وتفور دمي، وليمها بقى. أنا شخصيا هلايمها، بس قسما بالله العظيم يا سهام، لو طلع ابنك متورط في الموضوع ده مش هيبقى في قدامنا ولا قدامه إلا حل واحد، إنه يصلح غلطته.